هاي يا جماعة، طبعا يعني لو عملنا سيرش على أي حاجة في أي حتة سألنا ما هي أهمية القراءة هيطلع لك 900 ألف إجابة، وهيقول لك بقى أشطر سي او في الدنيا بيقرا 530 ألف كتاب في الشهر وفي السنة، ولما بيقراها مش عارفة بيعمل ايه ومش عارفة ايه كده. أنا مش جاي أقول لك كده النهاردة خالص. انا شخص بيستراجل جدا، خليني حقيقيين يا جماعه. انا بقى مش هطلع اقول لك اقرا الصبح كتاب ومش عارفه ايه. انا اصلا بخلص شغل بقى مش قادره، بروح اقعد على الكنبه بتفرج على نتفليكس ابنج الحلقات كلها، عشان انا بجد ببقى عايزه حاجه تخليني ما افكرش. في القرايه اكشلي بتخليني افكر، بتخليني اقعد اشغل مخي وبستقبل معلومات جديده. وانا كمان استقبال المعلومات اصلا في الشغل الصبح بيخلي مخي والله ما قادر يسمع كلمه زياده. بس القرايه عامه والمذاكره فيها حسيت ان هي حاجه مهمه جدا وكروشال جدا ان انا اكون بحطها في يومي، حتى لو بشكل بسيط قوي. وقعدت اتفرج بقى على صناع محتوى زي مات فيلا وعلي برضو، هو بقى بيتكلم على كونسبت سكند برين، وده هنتكلم عنه قدام. يعني ايه كونسبت سكند برين باختصار كده؟ ان انا اكون كل حاجه بقى بقراها اقدر احطها في حته وارجع لها. مات فيلا بقى قال لك ايه؟ هات نوت كاردز كده واكتب كل حاجه تقراها تعلق معاك وحطها في بوكس وارجع اقراها تاني بعدين وفصصها الحاجات وكل الكلام ده. وانتوا لو عارفين ان انا ADHD، فانا كميه الحاجات دي كلها اصلا هتجيب لي حاجه في نافوخي ان انا اقعد اعمل كل ده عشان اقرا كتاب. في نفس الوقت قلت طب ما انا بقرا كتاب بنسى كل حاجه فيه. خليني اديكم اكزامبل. الكتابين دول، الكتاب ده سيكولوجية المال اللي هو سايكولوجي اوف ماني، وكتاب ذا لين ستارت اب. الكتاب ده قريته وانا في الطياره، قريت حبه منه، كنت مسافره امريكا فاخدت وقت كتير قوي في الطياره فقعدت اقرا فيه. وده كان اختيار خاطئ تماما ان انا اقرا الكتاب ده في الطياره. وده قريته مؤخرا، هتلاقوا في فرق. هنا انا معلمه على حاجات شويه، هنا مش قوي. وهنا قعدت ذاكرت قوي، هنا انا فاكره منه طشاش. هنا لو سالتني انا حاسه ان كاني كنت بذاكر كتاب للجامعه. ايه اللي حصل بقى وايه اللي خلاني اقرا ده اعرف اذاكره واقرا ده وما افتكرش منه اي حاجه؟ ده اللي هنتكلم فيه النهارده. اهلا بيكم في الشانل بتاعتي. لو انتوا جداد هنا، انا ماريني كولا حداد، والشانل دي بنتكلم فيها عن والله كل شويه نتكلم في حاجه جديده. يعني نتكلم في ازاي نعرف نحسن نفسنا ونشتغل بشكل احسن، وممكن نشتغل ايه وايه الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نوصل لللايف ستايل اللي احنا نفسنا نعيشه. والنهارده هنتكلم على ايه السيستم اللي انا توصلت له انا شخصيا، اللي قدر يخليني اقرا كتب بشكل افضل بكتير وبشكل اسرع كمان. السيستم ده انا اللي عاملاه لنفسي، لان لما شفت سيستمز ناس تانية زي ما حكيت لكم، مات فيلا قاعد يكتب حاجات ويحطها في بوكسز، علي بقى لما بيقرا بيقعد مش عارف يعمل ايه وينوت فين ويروح على الابلكيشن ايه وكده. انا الحاجات دي بالنسبه لي ما كانتش مفيده، ولا ده اللي كان بالنسبه لي مفيد. تعالوا اقول لكم ايه اللي كان مفيد ليا وخدوا مننا كلنا واعملوا السيستم اللي يكون ليكوا انتوا مريح. اول حاجه خلتني اكون بقرا الكتب بشكل احسن وتعلمتها الوقت اللي فات لما ابتديت ارجع اقرا تاني، هو اختيار الكتاب فيرسز انا بختار الكتاب ده اقراه ليه في انهي وقت. ده مهم جدا. اختياري لكتاب سايكولوجي اوف ماني ان انا اكون بقراه على طياره 9 ساعات، انا مش عايزه اتعلم اي حاجه، انا عايزه حاجه تسليني تخليني قادره اكون بكمل كم الوقت المرير اللي انا قاعده فيه في الطياره ده، وان انا مش قادره عايزه اكسر الحيطه من كتر الزهق ومن كتر ما اتخنقت من المكان المقفول. اختياري للكتاب ده كان اختيار خاطئ جدا. كان احسن لي اكون بختار روايه او بختار اي حاجه تانية ممكن تقدر تكون بتسليني. اختيار الكتاب كان اختيار غلط تماما على الوقت اللي انا كنت فيه. لو كنت وانا مسافره اخترت ان انا اقرا روايه، وده مش عيب لان انا ممكن ابقى عايزه اقرا روايه عشان اتعلم طريقه الكتابه، عشان حتى اتسلى، وده مش شيء غلط تماما. فكان اختياري غلط من الاول. تاني حاجه اتعلمتها لما جيت اقرا ان انا اكون بحط نيه على اللي انا عايزه اقراه ده. انا اسات المايند بتاعي على حاجه معينه. بمعنى ايه؟ انا كرهت فكره ان لازم اكون بخلص كتاب في اسبوع. كرهت فكره ان الموضوع سكسي قوي لما حد يقولك انا بخلص الكتاب في يومين في قعده. ايوه يعني انا ليه؟ مين قال بجد؟ تعالوا كده والله قولوا لي مين قال ان انا لازم اخلص الكتاب في اسبوع، او ان الشاطر قوي هو اللي بيخلصه في قعده؟ مين قال والله؟ يعني ليه؟ مين قال كده؟ محدش قال كده، محدش قال كده. فعشان كده انا لما ابتديت اقرا الكتاب ده بصيت كده، بصيت له قلت طيب انا هزهق جدا في النص، لان بزهق في اي كتاب عشان انا اصلا شخص زهوق. بعدين قلت وانا هقعد اقرا كل ده؟ بعدين بصيت كده قلت طيب ما انا مش هحط ديدلاين ان انا اخلصه في اسبوع، احاول اخلصه على الاقل يعني في شهر، اخد فيه وقتي واحاول اذاكره بجد وانا بقراه. فايسات نيه انه محدش بيجري ورايا، محدش بيجري ورايا، انا عايزه اقراه عشان فعلا اتعلم منه واستفيد، بدل ما اقراه وارجع انا فعلا ما افتكرش منه اي حاجه. تاني حاجه عملتها، قررت ان انا اقسم الكتاب لما اجي اقراه. عملت ايه؟ فتحت الكتاب ده، شفت اول صفحه اللي هي بتاعه المحتوى، بصيت لقيته متقسم ل3 حتت، وكل حته متقسمه ل4 حتت الا اخر حته. قلت خلاص انا كل اسبوع هاخد حته من ال3، وكل يومين 3 اخد حته من اللي هو عاملها.
والحته اللي هو عاملها دي حاجه صغيره قوي من الورق. لقيت نفسي ان انا بجري في الكتاب بشكل اسرع لما لقيت نفسي ان انا متضايقه وقت لكل حته. قسمت الموضوع في دماغي بشكل ابسط بكتير، والموضوع ده ما خدش يعني مني 3 ايام. يعني انا فتحت كده بصيت قلت انا هاخد دي في اسبوع، دي في اسبوع، دي في اسبوع، طيب ماشي كده هياخد مني شهر، لو اتلكعت شويه يبقى في اسبوع زياده فتمام. وابتديت اقرا فيه وابتديت اكشلي فعلا امشي فيه بشكل اسرع بكتير. وقررت وانا بقرا برضه لما اجي احط النيه لو كتاب مش عاجبني ومش مفيد ومش حاسه ان هو شددني او ما اتعلمش منه حاجه جديده هسيبه. ما حدش برضه قال تاني، مين قال يا جماعه ان احنا لازم نخلصه اول ما نبتديه؟ مش عاجبنا مش لازم نكمله. بعدين تالت حاجه عملتها اول ما قسمته، حطيت طريقه اقدر اذاكر بيها الكتاب ده. عملت ايه؟ اشتريت حاجه لذيذه جدا، اشتريت الستيكي نوتس دي واشتريت النوتس دي عشان كنت بكتب في الكتاب بصراحه بالقلم، فحسيت حاجه شكلها وحش جدا. والقلم ده انت بتعلمي في كتبك يعني انا مش بقراه عشان شكله حلو، انا بقراه عشان اتعلم منه يعني. فكل واحد حر في السيستم اللي هو يريحه. لو انت مش تحب تتعلم عليه بالماركر قوي كده زي ما انا عامله، اعملها بقلم رصاص، اعملها بالطريقه اللي تريحك. وقسمت الستيكي نوتس لكل ستيكي نوت ليها شغلانه. وانا بقرا لان انا بقرا كتاب عامه بتاع شغل، فانا محتاجه اتعلم منه حاجات لشغلي. في حاجات اتعلمتها جديده بس انا مش هستفيد بيها في حاجه في شغلي دلوقتي، فحطيت لها ستيكر باللون الازرق. وفي حاجات تانية اتعلمتها بس محتاجه اعملها في شغلي، فحطيت فيها ستيكر باللون الاورنج. وحطيت الاخضر الحاجات اللي انا اتعلمتها ككونسبت، يعني فكر معين وعايزه احطه في محتوى في حاجه كده، حطيتها باللون الاخضر. وابتديت اتعلم بقى وانا بقرا على الحاجات اللي انا شايفاها حلوه واحط المارك بتاعي. فمثلا نروح لهنا، حطيت مش لازم نشوف يعني بس بوريكم ان انا حطيت هنا مارك ان ده كونسبت عاجبني، والصفحه دي كلها بتتكلم عن كونسبت معين عاجبني. بالاورنج ان دي حاجه انا عايزه اكون بعملها في شغلي. فدي كانت الطريقه اللي بالنسبه لي سهله جدا ان انا اقدر ارجع للحاجات دي لما احتاجها بعدين. طيب بعد ما عملت الحاجه اللذيذه جدا دي وقسمت الكتاب وبقيت احط له النوتس بتاعته، بعد ما بخلص الكتاب عشان اثبت المعلومات اللي عجبتني، لان انا سالت الذكاء الاصطناعي عن ان هو يديني سمري للكتاب ده. اكتشفت لما الذكاء الاصطناعي اداني سمري عن حاجات انا فعلا مش مهتمه بيها تماما، اداني سمري على الحاجات اللي في الكتاب فعلا بس مش دي اللي علمت معايا انا على تجربتي الشخصيه في الشغل. فبالتالي قررت هعمل ايه، كل ما اخلص حته خلاص هخلص الكتاب خلصته تمام شكرا مع السلامه، بروح على نوشن تقسيمه الكتب بتاعتي، وبدخل على نوشن الابلكيشن. واللي مش عارف نوشن هنتكلم عليه بعدين بشكل اكتر، حطوها في نوتس، اكتبوها في ورقه وقلم بالطريقه برضو اللي تريحكم. برجع للكتاب من الاول للحاجات اللي انا عجبتني وتعلمتها. فبدل ما اتعلمت كتاب 400 صفحه طلعت منه الحاجات اللي انا شايفه بالظبط هي اللي عجبتني، وهرجع اكتبها تاني في الاخر عشان اقدر ارجع لها في اي وقت لما اكون محتاجاها. فانا الكتاب ده دلوقتي لو حد سالني على اي حاجه فيه بنسبه 80% انا هبقى فاكراه ان انا فعلا ذاكرته وطلعت بالكونسبت اللي هو بيتكلم فيها حطيتها في دماغي. ووقت لما انساها وعاوز ارجع للحاجات اللي كانت فارقه معايا هقدر افتح النوتس اللي انا كتبتها وارجع اشوف منها الحاجات اللي انا اتعلمتها لما الحاجه والمعلومات دي ابتدت تتبخر من دماغي. هتقولي لي كل ده عشان نقرا كتاب؟ ما انا بقول لك ما تقراهوش في اسبوع بقى، اقرا على مهلك، اعمل الحاجه دي بالراحه. لان انت لما تقعد تقرا كتاب وانت اصلا مش مهتم باللي فيه او كل همك انك تخلصه وخلاص، في مخك طبيعي مش هيستوعب كم المعلومات اللي فيه دي مره واحده. فطبيعي انا مش هحفظ كل اللي هنا ده في اسبوع، ومش مطلوب مني ان انا احفظه كله، بس مطلوب مني ان انا اقدر ارجع للحاجه اللي انا شايفاها فادتني كويس قوي. فبالتالي انا هعمل ايه بعد ما خلصت ده؟ هرجع اقرا ده تاني من الاول واقراه بنفس الطريقه وبنفس السيستم اللي انا حطيته عشان اعرف اتعلم منه حاجات اكتر بكتير. وده يا جماعه كان السيستم بتاعي في ان انا اعرف ازاي اقرا كتب. قولوا لي رايكم في الكومنتس لو عجبتكم، لو هتجربوها ولا لا. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب عشان ما يفوتكوش اي حاجه من الحاجات اللي احنا بننزلها. باي باي.